طب ما كنت سبتيني انا اختار المكان. مش عاجبك ذوقي ولا ايه؟ لا ذوقك حلو مش الفكره يعني، بس يعني تحس ان الناس هنا منشيه يعني قفشه، فاهمه؟ امال كنت عايز تودينا فين بقى؟ مكان خيال، والله العظيم خيال. شارع المحطه اللي في الجيزه ورا المحكمه، مكان اسمه قهوه النجمه. خيال. ماشي، نبقى نروح قهوة النجمة دي المرة الجاية. خلاص اتفقنا. انا بس هستاذنك، مش هقدر اقعد اكتر من ساعه عشان عندي مشاغل وانت فاهمه. لا أنا مش هعطلك، أنت بس اللي قلت لي إنك ما وراكش حاجة مهمة. دلوقتي ماشي تحت امرك. بص يا عرب، بدون مقدمات أنا بقالي فترة كده متلخبطة، والغريب في الموضوع إن مش دايما البنت بتقول اللي جواها. بس أنا عايزة أقول لك إني بحبك. أنا مش مستنية منك أي رد. أنا عارفة إنك خارج من تجربة صعبة، وده اللي جرأني وخلاني أجي أصارحك. بصراحه يا استاذه انغام يعني انا مش مصدق اللي انا سمعته. انت عارفه ان انت قيمتك كبيره قوي عندي وغاليه على قلبي. اي حد مكاني هيطير بالكلام اللي هو سامعه ده، وحد يطول ان استاذه انغام تقول له بحبك. بس انت فاهمه برضه ان انا لسه خارج من حكايه صعبه وقلبي لسه موجوع. أنا فاهمة شعورك، ولو كنت قلت لي إنك نسيت حنان بالسرعة دي كنت هستغربك. بس بجد يا بختها بيك. بس ده ما يمنعش ان احنا صحاب وهنفضل صحاب، واي حاجه واي وقت تحتاجيني فيه انا تحت امرك. مش هما بيقولوا ان ساعات الصداقه بتبقى اقوى من الحب؟ ها؟ عندك حق. بالله عليكي ما تزعلي. زعلانة. انت فين يا ميحة؟ ما تنجزي بقى، انا وصلت الشقة خلاص. وحشتيني يا زهور في قلبي. جمال. انا هلبس وانزل بقى عشان خطوبة صاحبتي اللي قلت لك عليها. البت عايزاني من اول اليوم معاها، انت عارف بقى البنات. طبعا عارف البنات، واجب برضه لازم تعمليه. صباح الخير يا حاج. اقفل الباب يا عطوه ونبقى العمال ما حدش يقرب من المكتب. محدش يقرب من المكتب. الحاج معاه تليفون مهم ومش عايز حد يدخل له. خير يا اخويا قلقتني، مالك؟ دماغي عطلانه يا عطوه، مش عارف افكر. انا قلت اتكلم معاك واشورك، اخويا يعني ستر وغطى عليا. وانا فداك يا عبد الرب، بس انا مش مصدق حكايه ان دماغك عطلانه دي. انت بسم الله ما شاء الله عليك دماغك توزن بلد. ما هو لما تعرف هتقدر يا عطوه. صباح، انت برضه صدقت كلام الواد جمال؟ وقال لك انا منبه عليه ما يجيبش سيره الجنس مخلوق. قال لي من اول يوم شك فيه، بس انا ما سكتلوش، اديت له كلام زي السم في جنابه. قلت له يا ابني دي الفتنه نائمه ولعن الله من ايقظها. لعن الله من ايقظه. طب لو قلت لك ان ابنك عنده حق تقول ايه؟ عارف يا عطوه، لما كانت صباح حامل وكنت عايز انزل بطنها، انت قلت لي ممكن صباح تموت. يا ريتني ما سمعت كلامك وخلصت منهم هما الاثنين. ايوه بس انت ساعتها كانت مشكلتك انك تخلص من الجنين اللي في بطنها لو جه واد، ما كانتش مشكلتك مع صباح يا عبد الرب. كانت تبقى حجه واخلص منهم هما الاثنين يا عطوه.
وكل ما افتكر الحكايه دي اقول انك انت كنت عصبي شويه واحنا كنا لسه صغيرين، بس وقت الجد لو صباح ولدت وجابت الولد ما كنتش هتعمل حاجه. عليا الحرام ما بات في فرشتي ولا يهنالي بال إلا لما اخلص منهم. بس ربنا انقذها وجت بنت، وانغام حته مني. تفتكري عطوها صباح تقع من عين انغام؟ ما هي سمعة البت من سمعة امها. طب انت بتقول الكلام ده عاوز نصيحتي يعني ولا انت واخد قرارك يا عبد رب؟ الاتنين. طب ايه قرارك؟ انا هعمل لهم خير، لو وقعوا فيها هما الاتنين هخلص عليهم، هيشوفوا مني عذاب لا شافوه لا قبل ولا بعد. ولا انت ايه رايك؟ قول لي نصيحتك. لا ملاش لازمه نصيحتي، لان انا متاكد انك مش هتاخد بيها.